ولا الكارثة مفاجأة نزلت من السماء بلا إنذار كما يحاولون تسويقها في كل مرة. الفيضان لا يبدأ من الغيم، بل من عقل عطل نفسه طوعا، من قرار اتخذ لأنه مكتوب لا لأنه مفهوم، من مسؤول أقنع نفسه أن الطاعة الحرفية تغنيه عن التفكير، وأن الامتثال يعفيه من المحاسبة. ما نراه اليوم لم يخلق في ليلة مطيرة، بل صنع بهدوء على مدى سنوات وربما عقود، في مكاتب مغلقة، وعلى طاولات لا ترى الأرض، وفي تقارير تكتب لترفع لا لتقرأ. منهج واحد يتكرر بلا خجل، قرارات مركزية تنزل كما هي، تطبق دون اجتهاد، دون قراءة للواقع، دون فهم للخصوصيات الجغرافية، ولا للعمران، ولا لطبيعة المجتمع الذي يفترض أن تحميه هذه القرارات. وكأن المسؤول المحلي ليس إلا حلقة صماء في سلسلة طويلة، ساعي بريد إداري ينقل الورقة، يوقعها، ثم يغسل يده من نتائجها. لا عقل له يسأل، ولا سلطة له تمارس، ولا مسؤولية عليه سوى أن يقول لاحقا: نفذنا التعليمات. ثم تأتي الأمطار لا لتفاجئنا، بل لتفضح ما كان مستورا. تفضح طرقا صممت على الورق لا على الأرض، تصميم هندسي جميل في التقرير، والحقيقة أنه قاتل في الواقع. تفضح قنوات تصريف وضعت لتنجز الصفقة لا لتصرف المياه. تفضح أحياء كاملة بنيت بلا تخطيط وبلا سؤال بسيط: أين ستذهب المياه حين تغضب الطبيعة؟ تفضح دولة تعاملت مع العمران كأرقام في ميزانية، لا كحياة بشر، وكأن الإنسان تفصيل ثانوي في مشروع إسمنتي ضخم. ثم يبدأ العرض المعروف، المشهد المسرحي الذي نحفظه عن ظهر قلب: اجتماع طارئ، وجوه متجهمة أمام الكاميرات، تصريحات واسعة كالعناوين، فارغة كالمضمون، صور جماعية تلتقط بعناية، وعبارات جاهزة من نوع: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، الوضع تحت السيطرة، تم فتح تحقيق شامل. ثم يغلق الملف بهدوء، بلا نتائج، بلا مساءلة، وكأنهم أنقذوا البلاد، وكأن الناس لم تقضي ليلتها في الطين، وكأن البيوت لم تغرق، وكأن الكرامة لم تسحل تحت عجلات الإهمال. ابن خلدون قالها منذ قرون، لا كنبوءة غامضة، بل كقانون تاريخي واضح: الظلم مؤذن بخراب العمران. والظلم هنا ليس فقط قهرا مباشرا، ولا سلبا فاضحا للمال، بل أخطر أنواعه: سوء التدبير، إهمال العقل، قتل الاجتهاد، تحويل المسؤول إلى منفذ أعمى، وتحويل الدولة إلى آلة ثقيلة تتحرك بلا وعي. الدولة التي لا تفكر محليا، ولا تمنح مسؤوليها سلطة اتخاذ القرار، ولا تحاسب على النتائج بل تكتفي بالشكل، هي دولة تزرع الكارثة بيدها، ثم تتظاهر بالدهشة حين تحصدها. وأقولها بوضوح، وأسجلها موقفا لا شعارا: الحكم الرشيد لا يقاس بعدد الاجتماعات، بل بعدد الكوارث التي لم تقع، ولا يقاس بعدد الصور، بل بعدد الأرواح التي لم تهن، وبعدد البيوت التي بقيت جافة، وبعدد الليالي التي نام فيها الناس آمنين. الحكم الرشيد هو أن يمنح المسؤول المحلي سلطة حقيقية لا صورية، ومسؤولية حقيقية لا موزعة حتى الذوبان، ومحاسبة حقيقية لا شكلية تنتهي ببيان. هو أن يجبر على التفكير لا على التبرير. هو أن يسأل بصرامة: لماذا حدث هذا؟ كيف سمحت له أن يحدث؟ لا أن يكافأ لأنه حضر الاجتماع وأحسن الوقوف أمام الكاميرا. وأقولها كتحليل لا كاتهام: عقل الدولة الذي يكتفي بتطبيق القرار دون فهم هو عقل تخلى عن وظيفته الأساسية، وظيفة حماية الإنسان قبل حماية النص. في كل فيضان نرى أكثر من ماء وطين، نرى فشل التخطيط، وفشل الرقابة، وفشل ثقافة إدارية تعتبر المنصب غنيمة لا أمانة. وما لم ندرك أن التنمية ليست كتل إسمنت، بل رؤية متكاملة، وأن البنية التحتية ليست صفقات، بل علم وتخطيط واستشراف للمخاطر قبل وقوعها، سنظل ندور في الحلقة ذاتها: كارثة، اجتماع، صورة، صمت. وأقولها للتاريخ لا للحظة: الدول لا تسقط فجأة، بل تتآكل ببطء، حين يصبح التفكير عبئا، والاجتهاد خطرا، والمسؤولية مجرد لقب يعلق على الباب. هذه ليست رسالة غضب، بل نداء عقل، ليست صرخة عابرة، بل محاكمة منطقية لهدوء قاتل. إما أن نحكم بعقل يخدم الإنسان، أو سنظل نحكم بعقل يبرر الخراب. ثم يقف وسط الأنقاض ويتساءل بكل برود: كيف حدث هذا؟